سلام ومرحبا بكم البنات في فيديو اليوم. مرحبا بكم معايا. فيديو اليوم راح اخليكم روتين عروسة جديدة كما شفتوا في العنوان. اولا باه نكونوا متفاهمين، التصوير هذا صورته في يوم واحد، مانيش مولفة نصور يوم كامل، بس درت قبل روتين درته على سمانة. كنت في دارنا قبل، اما توا كي خدمته روتين تاع نهار كامل عادي. على هكا راح تلقوا معناتها شوية تغير، بصح راهو في نهار واحد يعني ليسونسيال. بعد ما قديت روحي وغسلت وجهي، واول حاجة نحب نبدا بها يومي اني نقد روحي نقد شعري. كون هكاك يعقب لي نهار انا متقلقة وما نعرفش نخدم مليح. بعد ما كملت رجلت روحي كما قلت لكم، رحت للكوزينة غسلت لماعة نتاع القهوة، كانوا غيرها حوايج خفاف وشوية كملتهم. من بعد تلفت لي الكوشة ثاني نظفتها، من بعد مسحت البوطاجي، كملت الحوايج تاع الكوزينة غير من الفوق سطحية بس ما كانش شغل بزاف يعني ما راحش نتعب والا نقسمهم. الغلطة والا الحاجة المختلفة اللي درتها من غير الروتين اللي مولفة عليه، مولفة اني كنوض الرجل اول حاجة الشومبرة تاعي هكا باش كي نكمل شغل ونكمل كي نرجع نلقى الشومبرة نظيفة نحس بالراحة. الخطرة هذه خليتها هي الخريصة، ما نعرف كيف راحت لي. المهم نضت فيها من نضت من الصباح، دخلت فيها ضربت عقوش. المهم نبدأ. هنا بعد ما رويتهم مليح غسلتهم كامل من غير ديسوندلي تاع الدوش، غسلتهم كامل تاع الدار كاملين. خليت الزرابة من بعد لقيتهم نضاف الزرابة ما توسخوليش. وهنا كما تشوفوا بعد ما كملت نظفت طوالات حشاكم ولا لافابو. رحت الحوايج الكامل اللي فوق المراه هبطتهم. الحاجه اللي ما عجبتنيش في الدوش تاعي انه المراه هذه لازمك تولي ما كيش واقفه عليها في النهار قداش من خطره في النهار، لا شحال من خطره في الساعه، يعني لازم وين تفوتي تمسحيه. هذا اللي قلقني فيها، اما مليحه يعني باه تاخذوا فكره اللي ناويه ديرها منه وهك غير ما كلاه. من بعد كانوا عندي مناشف كنت غسلتهم، بعد ما شاحوا دخلتهم لبلايصهم. هنا غير عطرت الدوش كامل، مازال ما صيقتوش، راح نصيقه كامل مع الدار كاملة. هنا بعد ما رغبت الحالة وكنت جبت حاجة خفيفة، هنا نجبد غير في الماء عادي. راني غير نصور بيد ونجبد بيد، ما قدرتش غير على التصوير. من بعد كملت وحدي ورجعت. بعد ما كملت نشفت الحالة خليتها تشيح لبرا باه ما نبقاش نبوجي ياسر. وبيان سور الزوج ما كانش هنا، يعني ما كانش رجلين ياسر، خليتها تشيح الحالة ورحت للشامبرة، رحت للكوافيز نظمته وفرستو مليح، نحيت بكل شيء من الفوق، خليت غير الحوايج اللي نسحقهم تاعي يوميا. نظفت المراه مليح مليح، ورق الجورنال نخلاص لي. درت غير البوبي مشوار ما شيحت ليش مليح، المهم نقصت شويه. هنا نحب نحكي لكم على السيبور، هذا حاجه مليحه وفادتني بزاف في تنظيم الكوافيز تاعي. راح اخليكم لاباج اللي شريتها من عنده. انا في وقت الجهاز تاعي كنت نحوس عليه هنا في البلاد ما لقيتوش، كي حكيت له عليه وبعث له الفوطو جابه لي سبيسيال. يعني اي حاجه اذا ما لقيتوهاش روحوا له هو وصوا عليها يجيبها لكم باذن الله. وهنا تدخل سريع من الزوج الكريم. شافني غير ندور بالكوزينه قال لي اعطيني حبه تشينا، اعطينا له حبه تشينا وكملنا الشغل تاعنا. كملت ما رجعت الطبيات بعد ما شاحوا كامل وشاحت الارض، رجعتهم وغسلت من الجهه تاع الدوش، كنت ما حربتهاش كامل غير نظمتها نظيفه. من بعد رحت للبوطاجي رجعت له حوايجه والديكورات اللي كانوا فيه. جيت غير نعبي في البلارة تاع اللوز، غير يسمعهم يديروا طرق 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 هكذا كعبة اللوز هذاك وانا في البلارة ويجيني اعطيني حبات، نحينا له حبات وعطيناه له وكملنا كما بكري الشغل تاعنا. وهنا هذا المقطع خليته لكم كي جيت نفرش في الشامبرة. المهم قداش من مقطع راح لي. كنت دايرتها بالتفصيل نلقى غير في القليل بقالي ما على باليش غلطة مني ولا من التليفون. ليسونسيال المفيد راهو كاين. هنايا غير درت ديكور خفيف فوق الفراش.
نحبو هكا. هنا حوايج ديكور بسيط، تشميعة، البلاطو هذاك عادي جبته من الكوزينة، تسلفته من الكوزينة وهذاك ما على باليش واش اسمه هذاك، المهم الحشيش اللي تشوفوا فيه بالجنب هذاك ثاني من البوكي تاع الورد تاع العرس سلفته. وهنا كان العشية، بعد ما نضت كملت ري قلت روحي لبست روبات شابة ودرت شوية مكياج خفيف، غير هذاك الباليت المحطوطة ما حلبتهاش كامل، درت حاجة خفيفة. ما نحبش المكياج وما نعرف الى وحدي مريضة ولا كاين اللي كيفي ما نحبوش هكا لا غالب. درت كاس قهوة شربته ومن بعده هبطت. وهنا الزينات نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة ودعمي باللايك، وخلوا لي تعليقاتكم والاراء تاعكم في التعليقات، مرحبا بكم كامل. وهذا الانستغرام تاعي لاي استفسار اي اسئلة، واللي تحب تتابعني كل يوم راح تلقاني في الانستغرام. مرحبا بكم.